ده رمزي من كتر ما بيضرب في ابو مازن بدأ حتى الموضوع يبطل يبسطه. بقى حاسه روتين، حاجة بيعملها وهو في البيت، قبل ما يطلع من البيت، قبل ما ياكل، قبل ما ينام. زهق من ان طول الوقت ريحته وحشة وعنده صداع، ومضطر يعامل الناس عادي كأن مفيش اي حاجة، عشان كاريزمته ما تسمحلوش بغير كده. بيومي. بيومي بيصحى الفجر، بيقرا ورد يومي كارديو لنص ساعة، وبعدها بيرجع يحضر فطاره، وبيكمل تالت كورس تسويق ياخده. رمزي بيشوف اللي بيومي بيعمله وبيقول لنفسه بيومي مش احسن مني في حاجة، اكيد عارف حاجة انا ما اعرفهاش. طب ازاي اعلي عليه؟ اكيد مش هقدر اعلي عليه وانا بضرب في ابو مازن اكتر ما بلعب ببجي. رمزي قرر يبطل يضرب ابو مازن حبيبه. عدى يومين ورمزي سخن عليه فرتيكو. بعد العركة، رمزي وهو ممدد على سريره قبل ما ينام قال في نفسه معقولة هتني كده؟ العطلة وقلة التركيز والطاقة المشفوطة مني دي هرجعها ازاي؟ أنا مش فاشل، مش فاشل. بالراحة على نفسك، هقولك تخلص من اللي انت فيه ده ازاي، واوعدك بعد التركات دي هتفهم ايه السبب انك ما بتقدرش تمسك نفسك، وهتبدأ تشق طريقك بجد وتحقق الهدف اللي كان نفسك فيه. مش هضيع وقتك اكتر من كده وهنبدأ على طول. اول حاجة، العادة بتتبدل ما بتتمحيش. هم 24 ساعة في اليوم، بيفضل لك منهم من 6 ل 8 ساعات. بتعمل فيهم ايه بقى؟ ببقى جاي من الشغل او الجامعة تعبان، بمدد شوية، بلعب جيمز، بفتح ريلز. وده مش هينفع لو انت عايز تبطل بور. لازم تظبط وقتك تنزل الجيم. كمان واحد بيقول لك تعالى ننزل الجيم، صبرك عليا. دلوقتي انت عندك تستوستيرون، وللي ما يعرفش باختصار ده هرمون الرجولة. كل ما يزيد اكتر كل ما انتاجيتك تزيد، بيخليك اذكى اقوى، بالك طويل، نفسك طويل. بس لما بيعلى عندك بتبدأ تسخن، فلازم تقلله. بمعنى اصح لازم تستغله. لو رحت الجيم وانتظمت اسبوع هتلاقي نفسك مرة واحدة همت. اول ما تروح مش قادر تضرب في ابو مازن، فبتعدي اليوم وبتروح اليوم اللي بعده وبتهمد، وهكذا. مش بيبقى عندك طاقة غير انك يا دوب تروح الجيم وتيجي بتفضيها هناك في الحديد. بس المشكلة بتيجي في يوم الراحة، فبتتعب تاني يوم وبتقرر تاخد راحة، وبكده انت بطلت تنزل الجيم بنجاح. طب ايه الحل؟ ببساطة اليوم اللي هتريح فيه هو نفس اليوم اللي التستوستيرون هيعلى فيه، فانت ان مستغلتوش في الجيم فلازم تكون عارف ده، ويوم الراحة تبدل الجيم بحاجة تانية. ده اليوم اللي انت هتنزل فيه بقى تتفسح مع الولاد مثلا، ممكن تخلص المسلسل اللي انت راكنه بقالك شهر. بس حاول ما تعملش حاجة ما بتحبهاش عشان دماغك هتروح لابو مازن، اوعى. تاني حاجة، بطل السوفت بورد. ما بقتش في حاجة تقريبا تقدر تشوفها على السوشيال ميديا كلها غير ما تشوف جزء من جسم بنت او لبس ضيق. وخلي في دماغك ان اي حاجة بتشوفها بتقعد في دماغك حبتين حلوين. وفي يوم الراحة ومع تستوستيرون عالي، دي معناها علقة لابو مازن المسكين. فلو حبيت اعمل زيي، امسح كل المنصات وافتحهم بس من على المتصفح، وامسح التيك توك، وممنوع تسمع شورتس على اليوتيوب. وهحط لك لينك تحت في يوتيوب من غير اعلانات او شورتس. هي الشورتس موجودة بس هتلاقيها في تاب لوحدها. كده انا موجب معاك. ولو ما قدرتش تمسح المنصات فخلي في بالك وانت بتسكرول انت عرضة للخطر. ممكن تكون اصعب خطوة في الاتنين دول هي الجيم، بس صدقني ده هيترد لك اضعاف. وخليك فاكر ان كل اللي ناقصك انك تبدأ. سلام.